وفاة والدة الفنان فراس إبراهيم ونجوم الفن يعزونه، ويحمل جنسيتين واشتهر بالأدوار المعقدة، وشاهدوا زوجته السابقة وأبنائه ومعلومات أخرى عنه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نعى الفنان فراس إبراهيم والدته التي وافتها المنية مساء اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض. وكتب فراس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أمي في ذمة الله، الحمد لله على كل شيء. ولم يذكر الفنان أي تفاصيل عن أسباب الوفاة أو موعد تشييع الجثمان ومكان وموعد العزاء. وبعد إعلانه خبر الوفاة توجه العديد من زملائه بالتعازي له ولعائلته عبر المنشورات والتعليقات، حيث كتبت الفنانة سلاف فواخرجي: صديقي العزيز فراس، كنت باراً حنوناً عطوفاً وأباً لأمك، رحلت في قلبها كل رضا وليس هناك فوزاً أعظم. وبدورها كتبت أمل عرف عزاء الكبير لصديق النجم فراس إبراهيم بوفاة والدته، الله يرحمها ويعطيك الصحة والعافية. يذكر أن فراس إبراهيم بكى مؤخرا في مقابلة تلفزيونية حين تحدث عن والدته، وقال إنه كان يرافقها بكل مرحلة من حالتها الصحية الصعبة، إذ تعتمد عليه فيها بشكل كبير. أحب فراس إبراهيم التمثيل منذ صغره، وكان يتابع أعمال ممثلي الجيل الأول للدراما السورية بشغف كبير ويعمل على تقليدهم. بعد نيله للشهادة الثانوية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب تخرجه من المعهد دخل مجال التمثيل. لم تكن سوريا بوابة دخول إبراهيم إلى الوسط الفني، بل كانت القاهرة هي المحطة الأولى التي قدم فيها مسلسل الحصان. لا يحب الدخول بخلافات أو صراعات مع أحد، كما أنه مرهف الإحساس، واسمه الحقيقي هو فراس إبراهيم قهوجي. تخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وعضو عامل في نقابة الفنانين في سوريا. شغل منصب مدير معرض العرب والعالم في دمشق عام 2002، وعضو لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 2005. كما شغل منصب أمين سر لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا بين عامي 2004 و2008. وحصل على جائزة أفضل ممثل عربي دور أول في مهرجان القاهرة للإعلام العربي عام 2008 عن دوره في مسلسل ليل ورجال. ولد الفنان فراس إبراهيم بتاريخ 11 ديسمبر عام 1969. عمر الفنان حتى الآن 53 سنة. ولد الفنان في دمشق في سوريا. جنسيته سوري. أطل الفنان السوري فراس إبراهيم في لقاء إذاعي مع الإعلام بدكتور يامين ديب، تم الحديث خلاله ما بين الأمور الشخصية والفنية وأعماله كممثل ومنتج لأعمال هامة. وكشف فراس إبراهيم للمرة الأولى أنه كان متزوجا من طبيبة أسنان تدعى ميسون، لكنهما انفصلا قبل عدة سنوات دون أن يوضح أسباب الانفصال، وقد أثمر هذا الزواج عن ابنه طارق وابنته سندس. وتابع الحديث عن عائلته، فأوضح أن ابنته سندس تعيش مع والدتها، بينما ابنه طارق يعمل مخرجا في دبي، وقد تزوج وأنشأ عائلة ورزق بطفلته الأولى إيميلي.
قدم الفنان فراس إبراهيم عشرة الأعمال الدرامية الهامة والمميزة، كما اشتهر بدور الإنسان المعقد الذي يعاني مشاكل نفسية. ففي عام 1989 شارك في مسلسل شجرة النارنج، وفي عام 1992 شارك في العروس. وخلال الفترة ما بين 93 و2000 قدم إبراهيم عدة أعمال، منها قانون الغاب وخان الحرير. وما بين عام 2001 و2005 شارك في عدة أعمال، منها نجوم بين الغيوم، وردة لخريف العمر، حد الهاوية، مخالب الياسمين، خط النهاية، حروف يكتبها المطر، وأهل المدينة. وشارك عام 2009 في عمل واحد حمل عنوان ويطلق يا ليل، وعام 2010 أسعد الوراق، اغتيال شمس، وساعة الصفر. وفي عام 2018 شارك بدور صباح في مسلسل رائحة الروح، وجسد دور جون خباز في مسلسل رحيم. غاب الفنان فراس إبراهيم عن الأضواء مدة 6 سنوات ليكشف عن سر ابتعاده عن الدراما وعدم مشاركته خلال السنوات الأخيرة. قال خلال أحد تصريحاته: لم أكن أستطيع العمل بسبب الشحن والضغط الموجود داخلي بسبب الأزمة السورية، فلم أكن قادرا على الوقوف أمام الكاميرا. وأضاف: منذ طفولتي ولأن والدتي مصرية أعيش متنقلا بين القاهرة ودمشق، ولا علاقة للأزمة الحالية بتنقلي. وتابع حديثه بالقول: ولي شركة خاصة في القاهرة أمارس نشاطي من خلالها كما هي موجودة في دمشق أيضا. أجاب فراس عن سبب عودته للعمل الفني عقب غياب طويل قائلا: حين قررت العودة شعرت أن على هذا الوجع أن يتحول إلى شيء إيجابي، وحينها تلقيت دعوة للعمل في مسلسل رائحة الروح. يحمل الفنان فراس إبراهيم الجنسية المصرية والسورية، كونه من أب سوري وأم مصرية. كشف الفنان فراس إبراهيم أن مجموعة من الحوادث القدرية كانت السبب وراء خسارته أمواله، واضطراره إلى إغلاق شركة الإنتاج الخاصة به، والتحول من رجل يكاد يشتري طائرة خاصة إلى رجل بالكاد يستطيع سداد إيجار منزله. إبراهيم تحدث للإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عن حادث السير الذي وقع له في نوفمبر 2010 أثناء تحضيره لمسلسل في حضرة الغياب، والذي جسد فيه شخصية الشاعر الفلسطيني محمود درويش. بعد عامين من هذا الحادث كان يحضر لمسلسل جديد في مصر من بطولته وإنتاجه. احتاج لمبلغ من المال يقدر ب$100,000 سحبهم من أحد بنوك مدينة شاتورا اللبنانية. إبراهيم لم يكن يعلم أن شخصين تابعا عملية السحب ولحقا سيارته واستغلا نزوله من سيارته لدقائق معدودة، وقاما بسرقة المال ولاذا بالفرار.